بداية أشكر الأستاذ الممثل الكبير في العالم العربي المشهود له بالكفاءة على مستوى الأداء الأستاذ محمد خيي. بداية نرحب بك بمدينة خريبكا في مهرجان السينما الإفريقية في دورته 19. ما هي رؤيتكم لهذا المهرجان؟ وانا شكرا على الترحاب. على المهرجان ديال خريبكا انا بالنسبه لي الان اللي هو واحد نقطه لقاء اللي كتجمع ما بين المبدعين السينمائيين الافارقه سواء من المغرب ومن دول اخرى من افريقيا، وهذه مناسبه بالنسبه لنا حنايا كمغاربه، بالنسبه للسينمائيين المغاربه والاخوان الافارقه اللي كيجيو من دول اخرى، حتى انه هذه فرصه لتبادل الاراء، تبادل الافكار، تبادل التجارب، وهذا من خلال النقاشات اللي كتدوز الان على الافلام. فلا بد انه كتستفاد وكتسمع كل التجربه ديال كل مخرج، كيفاش التعامل ديالو في مسألة السينما في دول افريقيه اخرى. هذا شيء مهم، فكيف قلت نقطه لقاء هي مهمه جدا اللي كتخلينا نتعرفوا على التجارب ديالهم. ونتمنى دائما انه هذه اللقاءات وهذه النقاشات اللي كتتم انها تكون دائما تصب في تطوير السينما في الدول الافريقيه، وتصبح حتى هي عندها واحد المستوى اكبر من اللي هي الان عليه. ولو انه كنشوفوا بانها المهرجان الان كنظن بانهم كلهم من افارقه، كلهم مخرجين ولا ممثلين ولا كل كيعملوا في الميدان السينمائي، يحلموا او عندهم واحد الرغبه دائما للمجيء والمشاركه في هذا المهرجان. وهذا شيء مهم جدا مهم جدا. يعني اذا كان على مستوى الفني السينمائي انه تكون معروفه، انا كنتمنى انه هذه كاينه هذه القضيه، ولكن نتمنى انها تزيد تكبر اكثر، انه تصبح دائما واحد الحلم ديال الافارقه السينمائيين هو الحضور والمشاركه في هذا المهرجان هذا. بالنسبه للمشاركه ديالي انا في المهرجان الان هو عمل سينمائي الاسم ديالو هو فداء، الاخراج ديال سي دريس شويكا، وفي واحد المجموعه ديال الممثلين. وهذا الفيلم فداء هو تيتكلم على المرحله ديال الاستعمار اللي كانت على المغرب، والمقاومين شنو الشيء اللي قدموه لهذا الوطن حتى انه يصبح واحد الوقت مستقل وكينعم بالحريه وبالاستقلال ديالو. في هذه الفتره هذه كاين واحد المجموعه ديال المناضلين ديال الناس اللي قاوموا، وهذه فالفيلم تيتكلم على هذه المرحله. عنده طابع وطني سياسي ضمن لمحه بسيطه على الدور ديال محمد خيي. الدور ديالي انا هو واحد السيد يعني من الناس اللي عنده واحد العلاقه مع الخلايا اللي كانوا كلهم، هو اللي كيربط ما بيناتهم، هو اللي كينسق ما بيناتهم، هو اللي دائما كيشجع حتى الشباب وكيتكلم عليهم على كيفاش انهم يقاوموا، كيفاش انهم يحاولوا يعني باش حتى التخطيطات اللي كيخطط لهم انها تنجح. وكان عنده علاقه بالزرقطوني اللي كان هو واحد السيد كبير فيهم في السن، واللي كيحترموا ولا بغينا نقولوا الحكيم ديالهم وكذا، واللي كلهم دوك الشباب كيحترموا هذا، وكيزرع دائما حب الوطن والوطنيه والكفاح من اجل الاستقلال ديال البلاد. الان الاستاذ محمد خيي يعد على قائمه رؤوس أصابع الممثلين المجدين المجتهدين. ما سر هذا التفوق أستاذ محمد خيي؟ وكاين نشوف كاين أي حاجة. أولا الحب ديالي أنا شخصيا لهذا الميدان هذا، يعني جيت لهذا الميدان عن حب، وماشي ما كيهمنيش انا هو الظهور والشهره، هو انه كذا، هو انه تصور مع الناس. هذا شيء مهم مزيان، ولكن ماشي هذا هو بالدرجه الاولى، هذا هو اهم شيء عندي. اهم شيء عندي هو شنو كنقول مع راسي؟ انا كنقول بانه كاين الموت. اذا ملي غادي نموت، وخاصه انا اختاريت واحد الميدان اللي هو كيوصل عند جميع الناس في الشعب المغربي كله، كيوصلوا كله عن سواء الاعمال التلفزيونيه او السينمائيه كيشوفها. اذا الا بغيتي
ما تعملش التاريخ. يمكن تختار واحد الحرفه، واحد المهنه اللي كدا كتخدم وتمشي لدارك وصافي، ولكن ملي كتختار هادشي فلا بد انك تتحمل واحد المسؤوليه كبيره، ولا بد اشنو غادي تقدم لهذا الميدان، شنو غتقدم لبلادك، شنو هذا هو الشيء اللي كيدفعني هذه الاشياء كلها. حب الجمهور، الجمهور الكلمات ديالو اللي كنتلقاو منه، التشجيعات ديالو، هادشي كله الوقت اللي كيكون عندي عمل، تيكون عندي شخصيه من الشخصيات غادي نخدم عليها، فلا بد ان كنعطيها واحد الوقت كبير، لانه كنحس بانه المغاربه كلهم كينتظروا واحد العمل سواء مني او من واحد اخر. مادام انه كاين جمهور كينتظر، كاين مغاربه اللي كينتظروك، اللي كيحبوك، اللي كينتظروا الجديد منك، فما يمكنش تخونهم. ما يمكنش انهم واحد النهار يجي يشوف واحد العمل يقولوا هذا المستوى هابط او ماشي مستوى، او هنا فلان بانه ما عطاش الشيء اللي كنا كنتظروا منه. فلهذا دائما قضية الخدمة، قضية الاجتهاد. فلما كتكون شخصية لابد أن خصني نخدم عليها، لابد قراءة السيناريو، واحد المجموعة ديال القراءات، ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة. لابد أنك تغوص في الكتابة ديال السيناريو، تشوف السيناريو علاش كيتكلم، اشنو بغى يقول، اشنو الميساج اللي بغى يوصل منه، وبالتالي كيكون واحد النقاش مع المخرج، ثم كاين نقاش مع الناس، مع الشخصيات اللي كيخدموا اللي كاينين معاك. شنو علاقتي شخصيتي انا بالشخصيات الاخرى؟ لابد كيخصنا نلقاو هذه الاشياء هذه، وهذه هي اللي كتعطي واحد العمل واللي الجمهور يرتاح ليه ويحبه ويتمتع به. ما يهمني هو متعه ديال الجمهور، وإذا ما تمتعتش أنا ما يمكنش يتمتع الجمهور. إذا تنحاول ما أمكن أنني نلقى واحد المتعة، وباش تلقاها كيخصك تلقى الشخصية، كيخصك تلقى العمق ديالها، نفسيتها، كيخصك تلقى يعني الوضع اللي هي كتعيش فيه، الوسط اللي كتعيش فيه. هذا كله بحث للخدمه اللي كيديرها الممثل. الا ما دارهاش ما نظنش انه غادي يكون غير حفظ الكلام وغادي يعرضوا على الناس، وهنا الجمهور ما بقاش كيبغي هذه القضيه، يعني تيبغي انك تجتهد وتعطيه، وهذا هو السحر. وخصوصا استاذ انني اتابعك ودائما تفرق بين الممثل والمشخص. نعم. دائما في حواراتك تقول المشخص اقوى من الممثل. طبيعة الحال. استاذ، من خلال هذا الركام، هذا الزخم الكبير على مستوى الاعمال الدراميه، سواء السينمائيه ولا المسرحيه ولا التلفزيونيه، هل مثل او شخص محمد خيي الفيلم الذي يريده او الدور الذي يريده؟ لا، بالنسبة أنا واحد مجموعة ديال الشخصيات اللي خدمتهم، اللي شخصتهم، اللي كنحبهم، وأن أي شخصية كيخصني نعطيها الوقت ديالها، وكيخصني نعمل معها، وكيخصني نحترمها. إلا ما احترمتش هذيك الشخصية معناها ما احترمتش راسي، معناها ما احترمتش الجمهور، ومعناها بأنني ما غاديش نعطي الشيء الجديد فيه. بالنسبة لي ندير اللي درت. أنا كنقول واحد القضية بأنه المشخص في المغرب باقي عطشان، يعني ما درناش، ما شخصناش الشخصيات اللي كنبغيو. ماشي هادو اللي دازوا ما كنبغيوهمش، ولكن باقي عندنا كنحلموا بشخصيات. انا شخصيا كنحلم بشخصيه ديال ندير يوسف بن تاشافي، كنحلم انني نشخص مولاي اسماعيل، كنحس انني نبغي نشخص مثلا عبد الكريم الخطابي. هادو الشخصيات اللي عندنا في التاريخ ديالنا. باغي نشخص شخصيات اخرى من المقاومين اللي دازوا عندنا المغرب، اللي قدموا، لانه احنا السينما في المغرب باقي ما قدمتش الكثير التاريخ ديالنا. التاريخ ديالنا باقي واحد الكوليه، باقي مسدود، باقي ما كنقربوش ليه، باقي علاش؟ لان ملي نمشيو للتاريخ ديالنا على الاقل انه المغاربه يعرفوا تاريخهم عن طريق السينما، عن طريق الاعمال التلفزيونيه. والواحد ملي كيعرف التاريخ ديالو، الجذور ديالو، تيعرف جدادو شنو قدموا لهذا الوطن، غادي يزيد يحب بلادو اكثر، ويزيد يحس بالمسؤوليه. لانه هذا هو علاش خاصنا نرجعوا لاعمالنا التاريخيه ونقدموها. ثم من غير هذا الشيء هذا كاين اشياء اللي عندنا في المجتمع ديالنا، اللي بحال تنشوفوا مثلا في المصريين ولا في السوريين كيفاش قدموا الحاره ديالهم، كيفاش قدموا الاحياء الشعبيه ديالهم. حنا هادشي باقي ما درناش. حنا الان كنبان لي بان كنمشيو نديروا اعمال اللي هي عندها مع الفرنسيين مع الامريكانيين، ولكن بحال كنساو المجتمع ديالنا كمغربيه ديالنا. خاصنا نقدموا اعمال ديال مغربيه ديالنا، ونخليو المغربي يعيشها
ويشوفها، ونخليه دائما بحال نزيدوا نوطدوا العلاقه ديالو مع المغربيه ديالو، ما نخليوش يهرب منها، ما نخليوش يبعد على عاداته. انا كيبان لي راه يمكن نوصل واحد الوقت تقول لشي مغربي الاجيال اللي جايه تقول لك كسكسو ما يعرف، تقول لي الطاجين ما يعرفوش، لانه ما كنوثقوش ليه هادشي في الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه، ما كنخليوش يبقى مرتبط بالمجتمع ديالو بهويته بالاشياء كلها. يعني نتمنى انه خصنا نخدموا في هذا الاتجاه هذا، نتمنى انه إعادة يعني النظر يكون للثقافة المغربية تخطيط من طرف الدوله، من طرف وزارة المسؤولين، الثقافة من طرف وزاره الثقافه، من طرف وزاره الاتصال، من طرف هذا المسؤولين كل على هذا الميدان هذا ديال انه نخططوا بان خصنا نرجعوا للمغربيه ديالنا. هذا تنقول انا بانه ماشي غادي ننساو الاشياء الاخرى، لا، ولكن ما ننساوش جذورنا التاريخيه. أستاذ، من خلال بوابة أبي الجعد الإلكترونية وأبي الجعد العزيزة على قلبك، لأنه التقينا مرات كثيرة خصوصا مع المرحوم الأستاذ محمد بسطاوي الذي نترحم عليه بهذه المناسبة، من خلال بوابة أبي الجعد الإلكترونية كلمة إلى القاعدة الشعبية الواسعة التي تحبكم. ونتمنى انه الاعمال اللي غادي تجي مستقبلا انها تكون في المستوى، وانها دائما تعجبهم، وانهم دائما يرضوا عليها. فانا كنقول لهم بان كنحاول دائما انني نبذل مجهود حتى انني نرضيهم، حتى انني يتمتعوا بالاعمال ديالي. هذه امنيه. احنا كنديروا مجهودنا على اساس انه نقدموا اعمال في المستوى، والكمال لله. شكرا لكم وشكرا للجميع ولكل الجمهور المغربي ككل، نشكروه بزاف على التشجيعات ديالو، ونتمنى ان دائما نكونوا في المستوى. شكرا أستاذ، تبارك الله. بارك الله.